هي مسيرة. سيارة مجرمة. أكيد أكيد من عند المجوس. مثل ما بقول الإمام علي عليه السلام، سفلت المجوس. سفلت الفرس والموالي. شو قلت لي؟ سفر شو؟ سفلت الفرس والموالي. أيوة. يهلكهم الله أيوة. في هذه الحرب العظيمة. أيوة. إذا أراد الله الفرج لأمة محمد في آخر الزمان أشعل الحرب العظيمة من صفر إلى صفر. الرسول الأعظم محمد وابن عمه علي لم يقولوا أي صفر، ولكن نحن من مسيرة الحرب قلنا له صفر هذا القادم. احنا فاهمين 15 16 يوم صفر. قال إذا أراد الله الفرج لأمة محمد وآل محمد المهدي عليه السلام، قال الرب يشعل الحرب العظيمة من صفر إلى صفر، ثم يسيطر المهدي ولدنا على الأراضي والمجرات. اللهم صل على النبي. فالله أعلم هذا لمحرم القادم إن شاء الله، إذا كنا أحياء نشهد بيعة المهدي إن شاء الله. إن شاء الله. بارك الله فيك. وقال علي عليه السلام، طبعا أخذ كلام من محمد صلى الله عليه وسلم، يأخذ الله في الحرب العظيمة، هي إحنا بقلبها هلا الخشارات العرب، يعني زبالات العرب من أمراء الخليج والحكام هذول، قال ويأخذ معهم سفلة الفرس والموالي الإيرانيين التابعين ومعهم بني إسرائيل. المثلث سيتهدم قبل المهدي، الإيرانيين والخليجيين والإسرائيليين تمهيد المهدي. الله يهيئ الأمر للمهدي وهو جالس في بيته، قال النبي صلى الله عليه وسلم كله بزول قبل ظهوره. نحن بأحداث عظيمة والناس مشغولة بالمعيشة وما لنا هون وبيعرفوا جوازين. هي الحرب العظيمة مقدمة عودة الخلافة الإسلامية للمهدي وآل بيت النبي، ويخترقها عيسى بجي 40 سنة اللي هي أفضل العصور. قال نبينا محمد، قال أي أفضل العهود يا رسول الله؟ قال عهد ولد، ما قال عهدي ولا قال قرباني، قال له عهد ولد المهدي وأخي السيد المسيح ثم لا خير في العيش بعدهما. هذا كلام محمد رسول الله. العصر الذهبي المهدي والعصر الذهبي الأكثر زمن عيسى عليه السلام، يملك 40 سنة بعد وفاة المهدي. فإن شاء الله نحن على الأبواب، وحسب دراساتي والله أعلم المحرم القادم في بيعة إن شاء الله، في أحداث متسارعة، في ضربات عظيمة. لأنه قال سيدنا علي تضرب عاصمة فارس في آخر الزمان بالحرب هذه مدينة الري اللي هي طهران الحالية ببيضة الهلاك والدم. ثم قال وتقذف العراق بيضة الهلاك. سئل ولم العراق؟ قال لأن الفرس يسيطرون عليها في هذا الزمان فعلا. فنحن ننتظر أحداث عظيمة، وإن شاء الله الله بيكرمنا بالمهدي وبعيسى عليه السلام. إن شاء الله الرسول منع التحديد، ولكن حسب دراستنا محرم القادم إن شاء الله في مهدي بإذن الله. قال لعن الوقاتون. نحن عم نحكي دراسيا من 6-7 شهور قلنا له صفر القادم. احنا حكينا حرب ايران قبل ما تبدا بشهور، قلنا الارض من منتصف رمضان تبدا الحرب العظيمه، بدات ب 10 رمضان. والله اكرمنا، مثل ما اكرمنا بسقوط النظام، حكينا انه سنه 24 بشباط واذار، قلنا لهم اذا بسكر شهر 12 زدتونا على البحر. يعني من نجد الحكي من الامام علي ومن رسول الله، حكى عن حافظ الاسد وعن ابنه كل واحد بيحكم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم انه الاب ويملك 30 عاما، عم نختصر كمان، قال ثم يهلكه الله مرة عظيم صار بسرطان بالجسد. قال ثم يليه ولده، اجى بشار كان مجرد باسل اتوا له فجاب بشار. فقال الرسول الاعظم عنه علي، قال وهو اسوء من ابيه بكثير. قال ولم يا ابو ابنين؟ قال يرمي الناس بالقدور المغليه من السماء، شايفه رسول الله، ويجلب اعداء امه محمد لقتل اهل الشام صفوه اهل الارض. فبلاد الشام هي صفوه اهل الارض لموت لمدافن الانبياء فيها ومدافن صحابه الرسول الاعظم. لما سأله ولم سواحل الشام رسول الله؟ قال بها مقابر صحابتي وانبياء ربي. هذه بلاد الشام ان شاء الله هي افضل اماكن على الارض في اخر الزمان. وقال عن عاصمتنا العظيمه دمشق، قال مدينه في اخر الزمان قال هي خير مدائن الارض على الاطلاق. لا قال مكه ولم يقل المدينه ولا بيت المقدس، قال خير مدائن الارض. قال ولما رسول الله؟ قال ينزل بها عيسى عليه السلام اخي عيسى من السماء نجد المهدي المحاصر فيها، وقربها غوطتها غوطه دمشق حيث فسطاط امه محمد وجيوشه. ما اختصرنا لكم. فنحن باحداث عظيمه تعرفوا الاحداث. الله عز وجل قال فارتقب انهم مرتقبون. طبعا النصارى واليهود متابعين اكثر من المسلمين. امه محمد بهذه السنه الاخيره هي العهد الجبري اللي هي قرن الشيطان، يعني لا يتابعون ودبات، وليس حتى علماء لا يفقهون بالعلم هذا. فنحن الامام علي عليه السلام ورسول الله محمد مدحنا، قال رجال في اخر الزمان هم ملح الارض
يخرجون ويظهرون خبر علامات ولد المهدي في علوم للناس لا شوف. يعلمها كبار علماء أمة محمد. عم يحكي في علينا عندنا نحن شعر مدحنا. ايوه مدحنا النبي الأعظم وعلي. يعني أنا والله بهالمليارين 100 مليون مسلم يعني ما لقيت 15 واحد فيهم بهالعلم. بيطلعوا على التلفزيون لا يفقهون شيء بالعلم. صحيح. لله الحمد الله متكرم علينا وان شاء الله. بارك الله فيك، بارك الله فيك. انا والصبي اللي كان صديقي من 50 سنه بنشوف المهدي وعيسى باذن الله. باذن الله. قال بارك الله يكرم فيك. الله وبالشيخ تامر على سلمى. وب قال يكرم الله يا ابو علي، يكرم الله من شهد العائز الاول ومقتله في البيت الحرام. هذا جهيمان العتيبي والقحطاني 79. الله يعيشنا. يكرمهم الله بحضورهم المهدي الحقيقي والعائز الثاني. ان شاء الله حضرنا الحفله، ان شاء الله اللي بيكرمنا. نحن الله بارك الله فيك. وقال علي مقتل العائز الاول ولادته الثاني، فالمهدي الان عمره 27 سنه. بارك الله فيك. بارك الله. والسلام عليكم. بارك الله الله ينصر فيك. أمة بارك محمد. الله فيك وبالشيخ تامر وبهاني اختصرناكم محمود شوي. عندك وغيره شوي. بالشيوخ الطيبين، فبارك الله فيك.